سألني أحدكم ما هي علامات الحب وما هي شواهده؟ لقلت بلا تردد أن يقول القرب من المحبوبة أشبه بالجلوس في التكييف في يوم شديد الحرارة، وأشبه باستشعار الدفء في يوم بارد. لقلت هي الألفة ورفع الكلفة، وأن تجد نفسك في غير حاجة إلى الكذب، وأن يرفع الحرج بينكما، فترى نفسك تتصرف على طبيعتك دون أن تحاول أن تكون شيء آخر لتعجبها، وأن تصمتا أنتما الاثنان فيحلو الصمت، وأن يتكلم أحدكما فيحلو الإصغاء، وأن تكون الحياة معا هي مطلب كل منكما قبل النوم معا، ولا يطفئ الفراش هذه الأشواق، ولا يورث الملل ولا الضجر، وإنما يورث الراحة والمودة والصداقة، وأن تخلو العلاقة من التشنج والعصبية والعناد والكبرياء الفارغ والغيرة السخيفة والشك من علامات والشك الأحمق والرغبة في التسلط. فكل هذه الأشياء من علامات الأنانية وحب النفس، وليست من علامات حب الآخر. وأن تكون السكينة والأمان والطمأنينة هي الحالة النفسية كلما التقيتما، وألا يطول بينكم العتاب، ولا يجد أحدكم حاجة إلى اعتذار الآخر عند الخطأ، وإنما تكون السماحة والعفو وحسن الفهم هي القاعدة، وألا تشبع أيكما قبلة أو عناق أو أي مزاولة جنسية، ولا تعود لكم راحة إلا في الحياة معا والمسيرة معا وكفاح العمر معا. ذلك هو الحب حقا كما يقول الكاتب. ولو سألتم أهو موجود ذلك الحب وكيف نعثر عليه، لقلت نعم هو موجود، ولكن نادر، وهو ثمرة توفيق إلهي وليس ثمرة اجتهاد شخصي، وهو نتيجة انسجام طبائع يكمل بعضها البعض الآخر، ونفوس متآلفة متراحمة بالفطرة، وشرط حدوثه أن تكون النفوس خيرة أصلا، جميلة أصلا، والجمال النفسي والخير هما المشكاة التي يخرج منها هذا الحب. وإذا لم تكن النفوس خيرة فإنها لا تستطيع أن تعطي، فهي أصلا فقيرة مظلمة ليس عندها ما تعطي. ولا يجتمع الحب والجريمة أبدا إلا في الأفلام العربية السخيفة المفتعلة، وما يسمونه الحب في هذه الأفلام أو في تلك الأفلام هو في حقيقته عبارة عن شهوات ورغبات حيوانية ونفوس مجرمة تتستر بالحب لتصل إلى أغراضها. أما الحب هو قرين السلام لا ينفصلان، والأمان والسكينة، هو ريح من الجنة. أما ما الذي نراه في الأفلام فهو نفث من جهنم أو من الجحيم أو نفث الجحيم. وإذا لم يكن هذا الحب قد صادفكم، وإذا لم يصادفكم منه شيء في حياتكم، فالسبب أنكم لستم خيرين أصلا، فالطيور على أشكالها تقع، والمجرم يتداعى حوله المجرمون، والخير الفاضل يقع على شاكلته. وعدل الله لا يتخلف، فلا تلوموا النصيب والقدر والحظ، ولكن لوموا أنفسكم. ولكن قد يمتحن الله الرجال الأبرار بالنساء الشريرات أو العكس، وذلك من باب آخر له حكمته وأسراره. وقد سلط الله المجرمين القتل على الأنبياء، وامتحن بالمرض أيوب، وبالفتنة يوسف، وبالفراعين الغلاظ موسى، وبالزوجات الخائنات نوحا ولوطا. وأسرار الفشل والتوفيق هي من عند الله، وليس كل فشل نقمة من الله. ونفوسنا قد تخفي أشياء تغيب عنا نحن أصحابها، وقد لا تنسجم امرأة ورجل، لأن نفسيهما مثل الماء والزيت لا متنافرتان بالطبيعة، ولو كان مثل الماء والسكر لذاب وامتزجا، ولو كان مثل العطر والزيت لذاب وامتزجا. والمشكلة أن يصادف الرجل المناسب المرأة المناسبة، وذلك هو الحب في كلمة واحدة: التناسب، تناسب النفوس والطبائع قبل تناسب الأجسام
والأعمار والثقافات. المقال من كتاب النشيد الإثم والبراءة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله. شكرا.